السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من يوميات رؤية ويحيى. النهاردة هنشوف هنعمل ايه مع بعض في اليوم ال19 بأمر الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يوم جديد من قدام فراخنا. النهاردة يومنا ال19 بأمر الله. النهاردة سامعة صوت اللي هو كان فيه واحد امبارح كان قاعد في المية، فسامعة صوت ايه زي خنفرة كده. فالنهاردة عايزين مضادات حيوي، عايزين مضادات حيوي وبقوة. بصوا اول ما عشان انا مفضيه لهم العشه جوه، شلت الحاجه بتاعتهم عشان اغسلها. اول ما بفضي بقى يشتغلوا بقى، اللي عايز ينكش في حد واللي عايز يضرب حد واللي بيجري ورا حد. بينتشروا بينتشروا. احنا شويه كده برضه عشان المكان ده هيبقى ضيق عليهم، وهم اسم الله هيتقالوا يعني عن كده. فهبتدي ان انا انزلهم على الارض تاني. لان في الاوزان الكبيره طبعا بنخاف جدا على الاوزان الكبيره في الحر، فيبقى التهوية أحسن. أنا كده كده هسيبهم تحت الشباك، بس هنوسع بقى عليهم المكان ده خلاص هيبقى ضيق عليهم. 15 فرخة على المكان ده برضو كتير، هنوسع المكان، هنظبط التهوية شوية عشان إن شاء الله الدورة تكمل معانا على خير. النهاردة أنا عاملة الخلطة بتاعتهم: توم على بصل على ليمون على خل. ده أنا مصفياه أحطه على العلف، والمية بتاعته أهي هحطها على السقوة بتاعتهم. اهي المية انا مصفيها لهم وهحطها على السقوة بتاعتهم. فهزود مية بقى، هخلي جردل فيه المية بتاعت البصل والثوم، والجردل التاني هحط فيه اخر يوم النهاردة مضاد سموم. اخر يوم اهو الازازة دي انا كنت جايباها لما غيرنا العلف، فده النهاردة ان شاء الله اخر يوم لينا مضاد سموم بأمر الله، عشان نشوف ان شاء الله لما نخش على اليوم ال20 بأمر الله هيبقى دنيتنا عاملة ازاي. الخلطات بتاعتنا هنغيرها، هنحط فيها ايه. احنا مع بعض يوم بيوم، هحضر لهم حاجاتهم ونرجع مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، انا حطيت البصل اهو. النهارده بشره والله قلت عشان ما يتخانقوش عليه. بشرت البصل كده مع الثوم. حصل عطل عندي كده في الخلاط، كنت طحنه شويه بهارات، فحصل عطل عندي في الخلاط كده برضو بيخطفوه ويجروا من بعض. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. يعني الاوزان بتاعتنا ابتدت تظبط الحمد لله رب العالمين. عايزين بقى الايام الجايه نشتغل على الخلطات بتاعه تزويد الوزن، عشان خلاص احنا اللهم بارك اهو عمرهم كبر، احنا داخلين على 20 اهو. هنا برضه حطيت لهم شويه بصل. بص بقى هنا حطيت ايه، طاجين على بعض عشان نبتدي نرفع مستوى الاكل بتاعهم. الحاجه اللي احنا بنحط لهم فيها الاكل نرفعها زي ما اتفقنا، عشان ان شاء الله بامر الله يا رب يربوا لحم كده في صدرهم، يبتدوا يربوا اللحم في صدرهم. لما نيجي ان شاء الله نطلع الدوره كده تلاقيها ايه، تديك النتيجه اللي انت عايزاها بقى. عايزه تعملي بانيه، عايزه تشوي، عايزه تقلي، عايزه تحمري، هتلاقي كل اللي انت عايزاه ان شاء الله بامرك يا رب. تكون دوره خير عليكم ان شاء الله. واللي ما جربش يا جماعه، انا نفسي تتشجعوا وتجربوا معايا كده وتكتبوا لي رايكم كده في التربيه واللي يجي يدوق بقى كده يقول لي رايه ايه، زي اللي بتجيبوه من بره احلى اطعم انضف حاجه انت واثقه فيها. بص انا احط الميه هنا، دي واحده اللي عليها مضاد سموم اهي. اوعي يا روحي، اوعي يا بابا. واحده اللي عليها مضاد سموم، والتانيه اللي عليها ميه البصل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوكو، اوعى كوكو، اوعى حبيبي. طبعا هما كانوا جعانين خلاص. احنا بقى طالما دخلنا في السن الكبير ده نبتدي نعمل تجويع، حتى لو ساعتين في اليوم. تبتدي تشيلي العلف خالص من قدامهم حتى لو ساعتين في اليوم. لما تجوعي الفرخ وتيجي بعد كده بقى تحطي له الاكل، تلاقيه ما شاء الله شهيته مفتوحه على الاكل. ان احنا كبني ادمين لو الاكل قدامك 24 ساعه تزهقي، فاهمين؟ هي نفس الديناميكا كده. الاكل اللي قدامه على طول هيزهق، هيمل، مش هتلاقيه مقبل على الاكل. فاحنا هنبتدي ان شاء الله نجوع. انا ابتديت برضو الإظلام إن هي إيه، تخلّي المكان اللي هُم فيه ضلمة خالص، خالص، لا شباك بقى، لا نور شباك ولا نور لمبة ولا أي حاجة. تخلّي الإظلام مثلًا ساعة، نبتديها مثلًا الأول بنُص ساعة، بعد كده ساعة، بعد كده ساعتين. برضه لمّا بتيجي تنوّري والأكل يبقى قدّام الفرخ كده، يعني حاولي تخلّي الإظلام مع التجويع، إن أنتِ مضلّمة الدنيا ما فيش أكل قدّامهم. لمّا تيجي تنوّري تنوّري النور كده وتحطّي الأكل قدّامهم، تلاقي الفرخ قايم كده بيدوّر على الأكل وجعان، وتلاقي شهيته مفتوحة. بُصّوا يعني، بُصّوا ما شاء الله، الله أكبر. بصوا عشان انا كنت رافعه العلف من قدامهم، شايفين المنظر، ملمومين على الاكل ما شاء الله، شهيتهم مفتوحه، والبصل كمان مخليهم الموضوع ده زايد معاهم. هم حتى اللي بره اهم بياكلوا اهو من العلفه، شهيتهم مفتوحه على الاكل ما شاء الله.
الميه برضو اللي حطيناها لهم فيها مضاد حيوي حلو قوي، البصل والثوم برضو مع الخل والليمون فيتامين سي. اي حد بياخد مضاد حيوي الدكتور يقول لك بعديها خدي شويه فيتامينات، فاحنا حاطين الاتنين مع بعض، المضاد الحيوي مع الفيتامينات مع بعض. فان شاء الله بامرك يا رب ان شاء الله. اللي ابتدى معايا او اللي لسه هيجرب ان شاء الله توكلي على الله، جربي ما تخافيش، احنا مع بعض واحده واحده. اللي عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ان شاء الله تبقى دورة خير عليا وعليكم كده ان شاء الله. واللي جرب وهيشوف الاختلاف ما بين ما بتشتري من بره وما بين اللي انت هتربيه بقى في بيتك بايدك، عارفه انت بتحطي له ايه، عارفه ما فيهوش هرمونات، ما فيهوش علاجات، ما فيهوش الكلام ده كله. هتبقى حاجه تانية خالص، انت نفسك بعد كده مش هتبطلي تربي. ان شاء الله كده يومنا خلاص على خير الحمد لله رب العالمين. اليوم 19 من قدام الفراخ بتاعتنا خلاص داخلين على 20 يوم. هنزود بقى الفترة الجاية في خلطات للوزن، خلطات تظبط معاهم المعوي، خلطات تظبط معاهم التنفسي، عشان الوزن الكبير بتبقى مشاكله اكتر من الوزن الصغير. العمر الكبير مشاكله اكتر من العمر الصغير. الحمد لله احنا كده ماشيين مع بعض واحدة واحدة اهو، مفيش مشاكل. فراخ شهيتة مفتوحة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. حتى اللي قاعد بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، العمر بيبان عليهم يوم عن اليوم اللي قبله. هنوزن برضو كمان يومين او 3 ايام كده نطمن على الاوزان، عشان في خلطات هنحطها برضو بعد الكيلو. ومع بعض واحدة واحدة ان شاء الله. يا رب لو عجبكم المحتوى بتاعي واستفدت مني ولو بمعلومة، اتمنى ما تنسيش تدعميني بلايك وتعملي لي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بامر الله. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله في يوم جديد من ايام فراخنا بامر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير ان شاء الله بكرة.